حاليا احنا بمول النخيل بدنا نتمشى، عندي تقريبا 100,000، فقلت خلي اشتري فد شيء لبسه قميص او بنطلون او شيء، يعني الاسعار ما اقول لك غاليه او مو غاليه، يعني اكو ب 30 اكو ب 40 اكو ب 50. بس الملفت انه رجع على بالي شيء الشيخ جلال الدين الصغير اللي قال 100,000 تكفي عائله يقدرون يصرفون من عندها ويعيشون ب 30,000 و 70,000 يقدرون يضموها. ماكو داعي تشتري نستله او اكله او شيء. احنا وياك بهذا الموضوع نقول نجي وياك انه ما نشتري. بس يا شيخنا الجليل يعني دا اشوف هسه البنطلون 30 40 قميص 25 20 مو سوى، يعني هاي الاسعار واحنا اني شاب يعني اريد اشتري اريد البس اريد اطلع اريد امشي اريد اكل. يا شيخنا خلي الله بين عيونك، خلي الله بين عيونك وشوف هاي الناس الفقراء. يعني احنا ميسورين الحال، ما نقول لك احنا عدنا او ما عدنا، كل واحد وقسمته بالحياة. بس يا شيخنا الناس تريد تعيش وما تعيش هال100,000 وال30,000 وتضم 70,000، وانت تعرف انت خير من الله عندك، يعني جامع براثة و8 سيارات مدرعة وحماية 30 40. عيد حساباتك شيخنا، والجمعة تجي ننتظرك تصحح الغلط مالتك.